خليني اقول لك ان الخط الرفيع اللي في الشمعة ده ممكن يخليك تكسب وممكن يخليك تخسر صفقة كاملة. ساعات بنشوف الشمعة عليها خط رفيع طالع منها لفوق او نازل لتحت زي العصاية. الخط دوت اوعى تفتكره انه زينة، ده بيحكي قصة خناقة حصلت وخلصت في الاخر. الخطوط دي اسمها ديول الشموع. الديل بيمثل المسافة اللي السعر حاول يوصل لها اثناء الجلسه بس ما قدرش يستقر عندها، قام رجع تاني. لو شفت ديل علوي طويل فوق جسم الشمعه ده معناه ان المشتريين حاولوا يرفعوا السعر لفوق بس البياعين كانوا اقوى وضربوا السعر ونزلوه تاني، ودوت اسمه رفض للاسعار العاليه. والعكس صحيح، لو شفت ديل سفلي طويل تحت جسم الشمعه ده معناه ان السعر نزل جامد بس المشتريين دخلوا بسرعه اشتروا بقوه ورفعوا السعر تاني قبل ما الجلسه تخلص، ودوت اسمه رفض للاسعار المنخفضه. علشان كده الديول من اهم الاشارات في التشارت لانها بتوريك مين حاول يسيطر وفشل ومين ظهر في اخر الجوله وكسب. هقول لك مثال واقعي، زي لما تفاصل مع تاجر هو يقول لك 100 انت تقول له لا 50، هو يرفض ويتمسك ب 80. ال 50 اتقالت بس اترفضت، ودوت بالظبط هو الديل السفلي. اسمع الخلاصه من اخوك درويش. ديول الشموع بتعبر عن الاسعار التي تم رفضها خلال الجلسه وتشير الى وجود ضغط بيعي اللي هو الديل العلوي او شرائي اللي هو الديل السفلي قوي، واهمال الديل غالبا معناه الخساره. وارجع تاني واقول لك اعمل فولو لدرويش تكسب وتعيش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.